ما بنتيش في الصوره. علاش؟ انت كتعرف كيفاش هي دايره على الحقيقه. وغنمشيو لاخر حاجه عندنا في الفقره ديالنا وفي الحلقه ديالنا ان شاء الله، واللي هي استاذ بعض النصائح للشباب باش ما يضيعوش في العلاقات. اول نصيحه، اجعل الله سبحانه وتعالى هو اول متعلق لقلبك. ملي كتخلي الله سبحانه وتعالى حضوره مركزي في قلبك، تكون الاشياء الاخرى هينه سهله ممكن التخلي عنها. لان من تعلق بغير الله عذب به في الدنيا قبل الاخره. يقدر يكون بنت، تقدر يكون دري، تقدر تكون طوموبيل، تقدر تكون كارت ميموار، فهمتي؟ من تعلق بشيء غير الله عذب به في الدنيا قبل الاخره. ولذلك هاد كارت ميموار تتشرح لهم اشنو هي قصتها، لان هذا الفيديو هذا ما طلعت تشفنا. عموما ان الانسان يحاول ما امكن ان يضبط. انا الا عجبتني واحد السيده ولا هاد السيده عجبها واحد السيد، كاينين طرق شرعيه. كتكون باقي اخويا ما درتي في الطاجين ما يتحرك بنادم كيسحابوا باللي انا سيدي غادي بنت بانت لي واحد البنت ما شاء الله. هاد ما شاء الله بعدا خص لك ختار ديالها يكونوا ديال الاسلام، ماشي لابسه لباس فاضح مرونه اصلا ما عرفت كيفاش دايره وتقول ما شاء الله غنتزوجها. ما غاديش تقولها. علاش؟ لانه خص يكون عندك معايير ديال الدين، خلق، جمال بالنسبه لك انت مناسب، ودين وعظمه وانفه وحسب ونسب مزيان. في الاسلام بنادم كيسحابوا الشاب بغى يتزوج غيمشي عند هاد السيده غير السلام عليكم عافاك عمي بغيت نتزوج بنتك، غيشتفوا عليك. القصد في الاسلام انك تحاول تتبع هاد البنت، ماشي تتبعها وثاني يصدقوا شادينك، لا، تحاول تتبع اخبارها وتشوف كيفاش هي دايره، بمعنى حتى في الاوقات اللي كتكون هي عفويه، كيفاش كدوي مع مول الحانوت، كيفاش هذه الا تعصبات كيفاش كتصرف. انت هادشي باقي كاع ما دويتي معاها، باقي ما عرفت ما بنتيش في الصوره. علاش؟ انت كتعرف كيفاش هي دايره على الحقيقه. ديك الساعه ملي كتمشي الا بان لك ما السيده ما مسلكانيش، ما كتمشيش تكون رهنتيها بك ولا انت ترهنتي بها.